عسلامة ومرحبا بكم في كويزين فوفا. اليوم نديرو مع بعضنا الخبز المنفوخ اللي نعملو بيه ساندويتشات ريف وبنين، وتنجم تعبيه بأي حاجة عندك. أنا لهنا ما عندي حتى شي، لا سكالوب لا جامبون، عملتو سلاد وفرomage هكا هاو ياسر بنين وتستحقلو. وراو كان حتى تحطو في الكونجيلاتور يقعدلك وتجبد وتسخن في الفور وتاكل وصحة وبشفاء. خبز بنين خفيف. وتتبعوني في الطريقة، وقبل ما تتبعوني زادا ماذا بيا تعملوا جيم وكومنتير خاطر باش يعجبكم الفيديو على الاخر وتتشجعوا وتعملوه ديما في الدار. اول حاجه باش نعملوها باش نجيبوا الصحفه نتاعنا ونجيبوا ماء دافي، كيس نتاع ماء دافي. الكيله ديما انا راني نكيل بالكيله، ومعاها كيلتين نتاع سميد الارتب هذيك نتاع الخبز، ومعاهم مغرفه نتاع خميره نتاع خبز، ومغرفه نتاع سكر كبيره، والا كان عندك مغرفه عسل. انا راني نستعمل السكر خاطر ما عنديش عسل. نخلطوا المكونات هذوكم مليح مليح حتى تشوفوها بالقوام هذيك، ما نحبوهاش القوام شايح. نغطيوها ونخليوها ترتاح شويه باش تتخمر نتاع ربيع ساعه هكاكا، ومن بعد نرجعوا لهنا نزيدوها مغرفتين نتاع زيت نباتي ولا زيت زيتونه انت وشنو تحب. راهي طريقه سهله ويحضر فيسع فيسع. هنا نعملوا كيلة نتاع فارينه، معناها الدقيق الابيض، وتخلط اكل المكونات هذوكم مع بعضهم بالكدا 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 حتىش لين تتحسس على العجينه هكاكا الطريه، وماهيش طريه برشا وماهيش يابسه برشا. نزيدو نخليوها ترتاح نتاع ربيع ساعه، هي الحكايه الكل نص ساعه وتبدا تطيب. اني خذينا العجينه نتاعنا وغزرولها كيفاه تحسها طريه، ماهيش اكل يابسه برشا وماهيش طريه برشا. ونبداو نفرشوا الفارينه ونبداو نقسموا فيها الكويرات حسب العجينه نتاعك. راهو باش تجربها مره باش تحصل وتولي ديما تعمل فيه. تاخذ العجينه تلمها بالكدا بالكدا بالفارينه بيان سور باش تتحصل على كويرات كيما هذوك، كبار صغار كيف تحب. راهو ناخذوا السميد لهنا ونحلوها بالطريقه هذيك. عنا فوق الفور نتاعنا، عنا فوق الغاز نتاعنا عنا البلاتو اللي مستانس طيب فيه الخبز. تبدأ بشوية بشوية تجبد هكا الخبزة والطيب وصحة وبشفاء، وإن شاء الله يعجبكم الفيديو.